بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبيباتي الغاليات، نتمنى تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله تعالى. اليوم حبيت نشارك معكم طلبية تاع 120 حبة تاع كعك النقاش، يعني بكل تفاصيلها، قداش نحتاجو من مقادير، قداه سما السومة تاعو تاع البيع، كل التفاصيل. كملوا معايا برك الفيديو للاخير بلا ما تنساو الصلاه والسلام على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم، ان صلاتكم تبلغه. البنات ما تنساوش اول حاجه الصلاه والسلام على خير الانام، ثاني حاجه ديروا لنا جيم وخليوا لنا كومونتير يا حبذا لو كان يكون بعلم الجزائر. نبداو بسم الله على بركه الله. قداش نحتاجو في المقادير تاعنا؟ عندي لهنا 2 كيلو تاع فرينه، انا نحب نستعمل سفينه ولا سيم، هذو هما زوج اللي نستخدمهم يعني بزاف. هنا كنت مديره 2 كيلو تاع سفينه، 2 كيلو فرينه تاع سفينه، نغربلوهم هكذا في قصعه باسكو لا كونتيتي راهي شويه كبيره، في سيار ولا في صفايه ولا كيما راكم تشوفوا لازم تغربلوهم. لهنا اللي نصور في الليل على بها الاضاءه راهي ناقصه. هنا درت لحظه، ثم لحظه لهنا اختياري، هي يتمد الطعم وتمد اللون في الطياب. لهنا درت 4 مغارف، كل كيلو ديروا له 2 مغارف. هنا نديروا لا فانيليا، الكاس الاول تاع السكر كلاصي، كل كيلو فرينه نديروا له كاس سكر كلاصي. انا لهنا درت 2 كيسان سكر كلاصي بما انه درت 2 كيلو فرينه. دوك نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تاع قيس كيلو وقيس 2 كيلو بربي ان شاء الله. لهنا خلطت مليح هذوك النواشف مع بعضهم، بلا ما تنساو الملح، قرصه مليحه تكون تاع الملح. نجيو لهنا الليدان واش عندنا 2 علب تاع المارغرين تاع 500 غرام، كل كيلو فرينه ديروا له علبه تاع 500 غرام. هنا النوعيه نتوما واش حبيتوا، انا مولات الطلبيه حبت اني نخدم لها بمارغرين لابيل. تحبوا ديروا مارغرين، تحبوا ديروا سمن، تحبوا ديروا خليط بين المارغرين والسمن كيما حبيتوا. هنا نتوما واش راكم حابين. انا مولات الطلبيه قالت لي اخدمي لي بالمارغرين لابيل، متفاهمين؟ قلت لكم درت 2 تاع 500 غرام. نورمالمون راهي واضحه الصوره. نخلطهم هكذا. لهنا كاين طفالي التليفون برك عاود شعلته. شوفوا لهنا هاني درت لهنا الملح، قبيله كنت نسيتو كما قلت لكم، قرصه مليحه تاع ملح بيسك انا مدايرين 2 كيلو. شوفوا لهنا نبسوا هذيك الفرينه مع الزبده تاعنا، شوفوا براحه اليد، يعني بالكف تاع اليد، حتى ندخلوا هذيك الفرينه تدخل مليح في الزبده، يولي لنا خليط مرمل. راك تشوفوا يعني وصفه سهله ونتيجتها من اروع ما يكون، يجيكم يذوب في الفم هذا النقاش. يعني هو الصراحه الوصفه تاع لينا دي زاد نحييها من هذا المنبر، ويعني نتمنى ثاني قناتها تطلع هي صيفيه كما انا. من نهار جربت الوصفه هذه عليها وليت معتمدتها طول، وحبيت نشارككم باللي كما نقولوا حنا تقدروا تخدموا به طلبيات، وصفه ناجحه 100%. شوفوا كيفاش ولنا الخليط تاعنا، يولي لكم مرمل كيما راكم تشوفوا، تحسوهم بسس وهايل. هنا شوفوا درت حفره في الوسط، نجيب لهنا 2 حبات تاع بيض، ونجيب المزهر نتاعي. شوفوا هي كل كيلو تاع فرينه يدي لكم كاس تاع مزهر، غير ربع ولا غير ربع، صديقوا على الفرينه اللي عندكم. انا لهنا درت 2 كيسان، درت الكاس الاول كامل والكاس الثاني هاني ندير فيه كما نقولوا درت النص، ونخلي النص ونشوف. كاينه الفرينه اللي تشرب، كاينه الفرينه اللي ما تشربش. خلطوا هذاك البيض مع المزهر هكذا بفرشيطه باش ما يقعدش متكتل، ونبداو نلموا العجينه تاعنا عادي. شوفوا اللي تحب مقادير قليله راني مدايرته بمقادير قليله، وكون نخلي لكم في صندوق الوصف. اللي تحب كيما نقولوا حنا برطل الفرينه ولا
تقدر اني مدايرته على شكل مدور ومدايرته على شكل هلال. دوك نخلي لكم الروابط في زوج، واللي حابه تتفرج هي حره. تحب تكمل هذا اللي راح تخدم طلبيات هذا يساعدها خير، واللي راح تجربوا غير لدارها دوك نخلي لكم في صندوق الوصف الروابط تاع الفيديوهات. شوفوا لهنا لموا بلا ما تعجنوا، لموا غير رؤوس الاصابع. هاني نكمل في هذاك المزهر كما قلت لكم. كل كيلو تاع فرينه يدي لكم كاس غير صبع تاع مزهر. نتوما روحوا غير بشويه وشوف هنا هاني نزيد فيه بشوي او قريب يخلص لي يعني الكاس الثاني. مانيش نعجن، شوفوا غراني غير اللم غير برؤوس الاصابع، ما لازمش تعجنوه. لا فاتو عجنتوه رايح يولي لكم كيما نقولوا يولي من بعد يجيكم ما يجيكمش مبسس، ما يجيكمش هشيش. فهمتوني؟ الفرينه وذاك لا كثرتوا عليها بالعجين تطلق الجلوتين تاعها هذاك وتولي ما تجيش مليحه الكاطو تاعها. هنا هاني مانيش نعجن فيه، راني غير نلم فيه يعني باش كامل اللي في القصعه يتلم لي كتله واحده. لهنا هذه هي العجينه اللي نتحصلوا عليها. اي تبان لكم على الاول طريه بزاف، اين فوا تخليوها هكذا واحد 10 دقائق ربع ساعه تلقاوها واجده. لهنا شوفوا هاني درت معكم كريه ما تتشققش يعني هكذا العجينه تاعنا راهي واجده كيف يعني كفايه عليها مزهر. اللي تحب دير خليط بين الماء والمزهر هي حره. ديروا اللي عندها عطر المزهر دير عطر المزهر يعطيه بنه واش نقول لكم روعه، والريحه ما شاء الله. هنا وزنت العجينه تاعي 30 غرام، اللي حابه تدير اقل دير اقل. لهنا 30 غرام هذاك هو يجيكم سوا سوا. هذه هي نكمل نكور العجينه تاعي كامل. اني ما حبيتش نسمى نكثر عليكم المقاطع باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. لهنا حتى كنت وزنت يعني كلش وخليته. للامانه انا لهنا درت العجينه تاعي في الليل بها، كنتو تشوفوا في الاضاءه ناقصه، درتها في الليل على 12 تاع الليل، والصباح على 6 نضت يعني خدمت هذا النقاش. فهمتوني؟ ثم اللي حابه تخليها تبات تخليها تبات. بما انه بارد الحال حطيتها غير في اللوجيا يعني بارد الحال، غطيتها العجينه لازم تغطيوها باش ما تشيحش معاكم، وخليتها ما درتهاش يعني في الثلاجه. اذا كان عندكم الحال سخون ديروها في الثلاجه، اذا كان ما عندكمش عندكم يعني الحال بارد تقدروا تخليوها غير على برا. ماشي ما تطولش بزاف كيما قلت لكم. انا درتها على 12 تاع الليل 6 تاع الصباح بديت نخدم بها. واللي ماهيش حابتها تبات تقدر نص ساعه تخليها تستراح وتبدا تخدم على روحها يعني نفس النتيجه. هنا شوفوا واش درت. دوك نعت لكم بيسك على بالي كثرت الهضره ومشى الفيديو. تجيبوا هذيك الكريه نحلوها كيما راكم تشوفوا هكذا. هنا الغرس كان عندي واجد، كان منقي ومعجون مليح عجنته بالماء ودرت له القرفه، درت له الجلجلانيه، القرنفل اللي حبيته، ومغرفه تاع زبده. ولازم الغرس تاعكم يجي طري بزاف. شوفوا لدرجه اني درته انايا في لابوش يعني باش يجي ساهل ويجيكم طري ويقعد لكم طري اطول مده ممكنه. ليش يقعد هذا النقاش معكم مده طويله؟ راهو يقعد هايل ما شاء الله. شوفوا كيفاش كنت ندير، نحربشو هكذا نديرو على شكل هلال ونحطو. انا ندير كميه يعني كي تعود عندي هكذا كوموند ولا ندير كميه نشكلها ومن بعد نقعد على النقش. شفتوا الغرس كيفاش راهو طري؟ اني ناكد لكم ونعاود لكم لازم الغرس تاعكم يكون طري مليح. تسمى تعجنوه بالماء والمزهر بيان حتى يولي لكم تسمى يتلاصق في يديكم كيما راكم تشوفوا. درتو في لابوش ونستعملوا تجيني العمليه سهله ونظيفه وكلش. هنا نجيب الحبه الاولى اللي كنت بديت بها هي الاولى. هذا هو النقاش اللي نستعملو. نجيبوا شويه فرينه نديروا فيها النقاش تاعنا باش ما تلصقلناش فيه العجينه، ونبدا ننقش عادي. اللي ما تعرفش تنقش نقول لك حبيبتي كي ديري شويه كسره ولا نحي منها شويه وتعلمي فيها. انقشي وعاودي انقشي وعاودي، بعد راح تمشي يدك فاصيلمون يعني. مع الاول صح تجيك شويه صعيبه، من بعد شوفي تمشي يدك عادي توالفيه. شوفوا لهنا النقاش تاعكم ما تخشنوش النقشه كيما ما تبعدوش بين النقشه والنقشه. ان شاء الله تكون الصوره واضحه. شوفوا خلي لكم الفيديو يمشي.
انا لهنا ما حبيتش نسرع لكم باش تشوفوا يعني وتفهموا عليا اكثر واكثر. يعني النقش تاعو ماهوش واعر، كاينه اللي تنقش خير من هكذا وباتقان. انا هذا هو النقش خاصه كي يعودوا هكذا عندك لي كوموند وبزاف وذاك سما لازم تكوني شويه تزربي وكلش مي يجي يعني مليح، ماهوش هذاك النقش اللي ماهوش مليح. هنا اللي حابه ديروا مدور، هذا الوصفه تحب دير الشكل تاعها مدور، ديري حبيبتي مدور. تقدري الميزان تاعو تقدري توزني 40 غرام ولا 45 غرام في العجينه باش سما يجيك مدور على قانيه. هنا نكمل ننقش الحبات تاوعي كامل بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. انا ما حبيتش نقطع معكم هنايا في هذه المرحله باش تديو يعني فكره مليحه. هنا نديرو في سنيوات، في بلاطوات هكذا، نديرو كما راكم تشوفوا. نخليه قبل ما ندخلو يطيب، خليه واحد نص ساعه ولا ونبدا نطيب عادي. شعل الفور تاعي على 180 درجه يسخن، ندخلو يطيب حوالي واحد 20 دقيقه، ربع ساعه 20 دقيقه. طلوا عليه، اذا شفتوه بدا يحمر لكم في الحواشي شعلوا عليه من الفوق، حبطوه مره للتحت، شعلوا عليه من الفوق باش يدي لكم تحميره مليحه. وهذا هو شكله النهائي، يجي تحفه، يجي ما شاء الله، يجي سوا الشكل تاعو ولا البنه تاعو. وركزوا لي على البنه، يجي فيه واحد البنه ما شاء الله، يجي مقرمش، يجي هكذا يذوب في الفم، يعني يجي ما شاء الله. قلت لكم وصفه تاع لينا دي زاد وصفه ناجحه 100%. انا معتمدتها طول دوكا، من نهار جربتها اعتمدت هذه الوصفه، وحبيت نشارككم الوصفه هذه ومشاركتها معكم يعني من قبل كميه قليله. شوفوا الله يبارك، يجي هايل. دوك نقسم معكم حبه، شوفوا كيفاش يجي الغرس تاعو، يجي طري، يجي معسل من الداخل. شوف غير تمسيه برك يروح يذوب. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، واللي معتمدتها كمشروع نقول لك حبيبتي راهي مشروع ناجح ومربح 100%. اما على السعر، يا اما تحسبوا الحبه ب 4000 ولا تحسبوا الكيلو ب 120000. الكيلو راهو فيه 30 حبه. نتمنى وصفه اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم. مبقى لي في الاخير غير نقول لكم اول مره تدخل قناتي نقول لك حبيبتي اشتركي وفعلي زر الجرس، والى اللقاء في وصفات قادمه.